السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني مرحبا بكم. إذن في خبر واردني التو وهو يتعلق بقناة كازيرنا تيفي أو المؤسسة التلفزيون العمومي لون تيفي في الجزائر، الذي قام أو أصدر ما يسمى بوزير الاتصال محمد بوسليماني قرارا يقضي بإنهاء أو بتنحية الرئيس المدير العام أو المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزة شعبان لوناكال، وتم تعيين مدير الأخبار محمد النذير بوقابس خلفا له. فبالتالي هذه الأسباب هي الفشل الذريع والفضائح المتعاقبة والمتتالية المسؤول عنها محمد أو مسؤول عنها شعبان لوناكال. شعبان لوناكال اللي كان آخر فضيحة هي فضيحة بث فيتيار أو خبر أنه سيتم استخدام هذاك الحراق تاع قبرص تاع اليونان اللي اتصل بهم وقال لهم راح يهودوا يهبطوا هذا الحراق، وصارت فضيحة كبيرة وتم على إثرها استدعاء شعبان لوناكال إلى مركز عنتر من قبل الجنرال ناصر الجن، يعني وخافوا ما حبوش في تلك اللحظة أنهم يعزلوه وينهوا مهامه، خلوا حتى لافير تبرد وتكاموفلا، وبالتالي تم تعيين إنهاء مهامه. وهذه للأسف شديد التلفزيون العمومي في الجزائر فيه فوضى، فيه مافيا، كاين موظفين وصحفيين راهم خارج في الخارج، في فرنسا، في كندا، في كاع الدول، ويتقاضوا لازالوا، وتقنيين وصحفيين وكلش لازالوا يتقاضوا رواتبهم. فيهم بعض من الصحفيين راهم يخدموا هنا في فرنسا، كاين مصورين دي فوتوغراف، ولا أحد تجرأ من وزراء الاتصال أو المدراء وحاسب هؤلاء لأنهم مافيا، لأنه كل جناح في التلفزيون عنده جناح يحميه في المخابرات ولا جنرالات ولا وزراء ولا في الرئاسة، بينما الناس الكفاءات الذين يستطيعون أن يقدموا خدمة عمومية يتم تهميشهم ولا يستطيعون حتى الدخول إلى المبنى ساحة الشهداء. أي واحد جايبين هذوك المخنثين، هذوك تيما كومبري، عاطينهم حصص تاع خرطي. يعني ما يحدث في التلفزيون الجزائري للأسف شديد كان مدرسة، كان قدوة في التسعينات. التلفزيون الجزائري خرج العشرات من التقنيين والمخرجين ومن المذيعين من الأعمدة في قنوات العربية، مثلا في العربية وسكاي نيوز وفي الجزيرة. اللي راهم يخدموا في الجزيرة خديجة بن قنة وحفيظ قطراجي وفيروز زياني وعبد القادر عياض وسيلة علمي وقائمة طويلة، هم وصهيب شراير تاع التلفزيون تاع قناة العربية، والأخضر بريش، واللي راهم يخدموا في البي بي سي، كلهم اشتغلوا في الجزائر في التلفزيون الجزائري، كان مدرسة يعني كول. للأسف شديد حاليا تشوفوا نشرة الأخبار جايبين لي هذاك السعيد طوبال وجايبين لي سهام خليفة. صح سهام خليفة مخضرمة قديمة، سهام خليفة مي كنت أنا نقرأ في السيام هي كتقدم من نشرة الأخبار الوحيدة، يعني راهي عزوزة، هذا غير الاستيتيك راهي مدرقينها، يعني كارثة. وهذه هي نهاية تاع كل واحد شيات متزلف. هذا شعبان لوناكال كان إنسان، كان شكام حاشاكم خاوتي أكرمكم الله، كان مدير الإذاعة، وفوته لي مرة والي وهران عبد القادر جلاوي في 2019 لما دار لي انترفونسيون باش يدخلني نخدم في الإذاعة، وكذب عليا. الحمد لله مزيان ما خدمتش، ان شاء الله ما عندي ما ندير بها الخدمة تاعكم تاع الإذاعة والتلفزيون، خدمة الدل، لأنكم كلهم ساهلين اللي يخدموا كاين كفاءات مهمشين وما يقدروش يهضروا وما يقدروا، لو كان غير يقطعوا في حاجة وكاين زفافة بزاف بارتو في التلفزيون الجزائري يخلصوها غالية. هذه هي خوتي، إن شاء الله ربي يجيبها هذا شعبان لوناكال ويجيبها لكل مسؤول فاسد وفاشل. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.